السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة محمود. كنتمنى تكونوا بألف خير وضمن سلسلة تحضيرات رمضان. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الشباكية، هاد المعسلة اللي ضرورية في مائدة رمضان. وصفة سهلة جدا، شباكية كتجي هشيشة مورقة ومعلكة ومجعبة وشاربة العسل. كتجي رائعة بطريقة مبسطة باش تشبكوا الشباكية بالنسبة للمبتدئات، وغادي نشارك معكم جميع الأسرار باش تجيكم ناجحة. وكيف ديما ما تنسوش تشجعوني بإعجاب واشتراك وتشاركوا الفيديو مع الأحباب والأصحاب باش تعم الفائدة. وما نطولش عليكم، نمروا باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. كنحتاجو كاس ديال الزنجلان مطحون، كاس ديال اللوز مطحون بقشورو، كاس ديال الزبدة، كاس ديال الماء فيه الزعفران شعرة، نص كاس ديال الخل، نص كاس ديال الماء الزهر، واحد الخمارة، كيلو ديال الدقيق، معلقة كبيرة ديال حبة الحلاوة، جوج معالق ديال النافع، قبصة ديال الملحة، صفر بيضة، والمسكة حرة مدقوقة. كناخدو الهاشوار كنوضعو فيه كاس ديال الزبدة مذوبة، صفر بيضة، قبصة ديال الملحة، المسكة الحرة، جوج معالق من النافع، ملعقة من حبة الحلاوة، كاس ديال اللوز مطحون بالقشور ديالو ما محمرش، كاس ديال النافع حتى هو ما محمرش ومطحون، نصف كاس ديال الخل، كاس من ماء الزهر. وكنخلطو الكل. هاد الطريقة هادي كتساعدنا باش يطربوا جميع المكونات كيتخلطوا. ودابا كنضيفو داك الكاس ديال الماء اللي فيه الزعفران الشعرة وكنطحنوهم كاملين. كنتحصلوا على هاد الكريمه على هاد الشكل هذا. وكناخذوا كيلو ديال الدقيق كنضيفوا ليه ساشي ديال بيكين باودر، وكنوضعوا هاد الكريمه هادي غنجمعوا بها العجين. كتسهل علينا ان المكونات كيندمجوا مع بعضياتهم. العجين لازم تكون قاصحه شويه باش تجي الشباكيه فتيه. دابا كنضيفوا الماء تدريجيا وكنجمعوا العجين، وكيكون هذا هو القوام ديالها. ودابا كنوضعوها في واحد البلاستيكه كنخلوها واحد 10 دقائق حتى ترتاح. ودابا هي العجينه ديالنا من بعد ما ارتاحت غادي نقسموها. ودابا غادي نسرحوها على شكل مسمنه باش تجي مورقه. وكنوضعوها في البلاستيكه باش ما تنشف. كنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها. ودابا كناخذ اول قطعه وكنسرحها باش تساعدني انها تدوز في الوراقه. ودابا كناخذ العجين كنوضعها في الوراقه حتى كيولي السمك ديالها رقيق. على هذا الشكل هذا. ودابا غادي نقطع العجين. كنحسب واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة كنقطع. واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة كنقطع. كناخذ واحد الحبة كنفرقها على هذا الشكل هذا وكنطويها جوج اشرطه على جوج اشرطه على جوج. من بعد كناخذ هذا الطرف مع هذا وكنزديهم، ومن بعد كنقلبها على هذا الشكل وكنقطع الجوانب الا كانوا كبار.
كناخذ وحده اخرى، فهي ساهله في التشباك. كتشكل بكل سهوله، غير تبعوا الفيديو. ها هي من بعد ما طويتها غنسهل عليكم الطريقه. كناخذ الراس الاول مع الثاني ومن بعد كنقلبها، وها هي كتشكل ساهله. كلشي موضح في الفيديو. وكنسطامح حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها. ها هي الشباكيه ديالنا من بعد ما كملت التشبيكه ديالها كلها. كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي ناجحه وسهله. ودابا كناخذ واحد المقله كنوضع فيها الزيت غزيره، كنخليها حتى كتسخن مزيان، وغنوضع فيها الشباكيه ديالنا. وكنحركوها باش تطيب من جميع الجوانب، باش تجي فيها نفس التحميره. ودابا من بعد ما تقلات كنوضعها في العسل. العسل سبق ليا حضرته معاكم، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. ودابا كنغطسوها في العسل مزيان باش تشرب حتى نقلي القليه الثانيه. ودابا كنوضع تاني الشباكيه باش تقلى. وها هي الشباكيه من بعد ما شربات العسل. دابا غنحطها في شي حاجه باش تسقطر. كتجي ناجحه وسهله. وكنستمر حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه ديالنا من بعد ما زينتها بالزنجلان. غادي نقسم معكم واحد الحبه باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل. كتجي هشيشه ومعلكه ومجعبه وشاربه العسل ومقرمشه في نفس الوقت. كتجي ناجحه. كنصحكم انكم تجربوها، اكيد غادي تنال اعجابكم. وكيف ما العاده ما تنسوش تشجعوني باعجاب واشتراك وتشاركوا الفيديو مع الاحباب والاصدقاء في مواقع التواصل الاجتماعي. ودمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو اخر ان شاء الله.